فالدنيا مرهقة، مرهقة. اللي خلقها قالك هي مرهقة، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. عارف تفسير الكبد ده؟ العناء. وبعدين ما بتدومش على حال، لطيف وكريم ورحيم، وكريم كرم عجيب. في ظل الابتلاءات العجيبة تشوف كرم ربنا عجيب، لكن صعبة مش سهلة. عشان كده أجر الصبر فيها الجنة. عشان كده اختفاء الحكمة وصبرك على اختفاء الحكمة ربنا يعلم قوة الأمر. عشان كده قالك الصبر أجره في الجنة. دنيا 60-70 سنة كلنا فيها ضيوف، وبعدين كلنا قاعدين في الامتحان. في أي وقت بتجيلك ورقة فيها اختبار، انت مش فاهم الاختبار ده ايه، وكل واحد فينا اختباره غير التاني. اختبارات 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 كتير قوي، احنا مش فاهمين الاختبارات دي ايه. لكن اللي بيصبر بيفوز. هقولك على حاجة غريبة قوي. عارف ربنا سبحانه وتعالى آخر ساعة في حياة الإنسان هي أهم ساعة في الحياة، اللي بتحدد كل 60-70 اللي انت عشتهم. آخر ساعة دي هي أحق لحظة الإنسان بيمر بيها. عارف ليه؟ عارف ليه ربنا قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد؟ حديد دي يعني انت شفت قوة الحقيقة الكاملة في آخر ساعة في الدنيا، اللي أثبتت لك إن الدنيا دي كلها كذبة. أقول لك على حاجة تاني، عشان بس الكلام دوت هيصغر الدنيا وهيهون عليك، لأن الابتلاءات عاصفة. فلما هتهون الدنيا على قلبك انت هتهدى. ربنا سبحانه وتعالى في لحظتين ربنا سماهم يوم الحسرة. أول لحظة هي لحظة طلوع الروح بعد الوفاة للسماوات السبع. اللحظة التانية عند الكتاب باليمين ولا الشمال يوم القيامة. عند لحظة لما العبد فينا بيدفن ونشوف حقيقة الدنيا في لحظة الدفن، وأغلى الناس علينا دفناهم، وبعد ما كل الأهل والمال يرجعوا ويبقى العمل. اللحظة دي بعد الوفاة، سكرات الموت، الروح بتطلع تطلع 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 تشوف الحقيقة الكبرى، تنزل تاني. لما بتبقى في دبي تطلع تشوف، يقولك برج خليفة أطول برج في العالم، وانت واقف تحت كده شايفه ان هو أكبر برج، وحواليه أبراج كتير قوي قوية جدا 600 متر و800 متر. أول ما بتبدأ تركب الأسانسير وتطلع تطلع تطلع تطلع، بتبص على الأبراج اللي كانت ضخمة جدا تلاقيها قد كده. عارف الحكمة ايه من طلوع الروح في اللحظات دي لحد السماوات وتنزل؟ الحكمة ان انت كل ما هتطلع الروح فبتبص للدنيا، بتقول هي دي الدنيا اللي كنت ببكي عليها، وهي دي الدنيا اللي كنت بعيط عليها، وهي دي الدنيا اللي فرقنا الناس عليها، وهي دي الدنيا اللي قعدنا دخلنا في مشاكل على الناس عليها. فتبدأ تطلع الروح تطلع الروح تطلع الروح تطلع الروح، وهي بتبص على الدنيا، الدنيا عمالة تصغر لحد ما الدنيا تختفي. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك يوم الحسرة. ده يوم الحسرة. ربنا يا رب يجعلنا في اليوم ده من الفائزين، من الناس المكرمة. بس حقيقة الدنيا والله العظيم 3 أصغر مما تتخيل. والدنيا دي كلها ذكرى، والدنيا دي كلها فانية. فلا تشيل هم، لا فرح دايم ولا حزن دايم. أهم لحظة في الوجود هي لحظة لقائك بالله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم لما دخل عليه ملك الموت وهو خليل الله، قال له يا ملك الموت أجئت قابضا أم زائرا؟ قال جئت قابضا. قال هل يقبض الخليل روح خليله؟ فربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى ملك الموت وإلى سيدنا إبراهيم، قال وهل يكره الخليل لقاء خليله؟ دنيتك دي كلها تتكون في لحظة، لحظة لقائك بربنا. فما تخليش الدنيا الفانية تنسيك كل اللحظات ديت. أهم لحظة هي لحظة لقائك بربنا سبحانه وتعالى.